اذا راكم حابين وصفه تاع بغرير ناجح 100% وغير بسميت برك، تبعوا معايا لا فيديو. في بلاندا ولا تقدروا تستعملوا بغا ميكسور، ديروا 4 كيسان تاع الماء. انا الكاس تاعي يرفد 220 مليلتر، زيدوا عليهم غرفه كبيره تاع خل مع غرفه صغيره تاع ملح، وزوج كيسان تاع سميد رطب مع كاس سميد متوسط كما راكم تشوفوا. وعندي هنايا حبه بيض، ندير البياض في العجينه والصفار نحتفظ به، من بعد نقول لكم واش نديروا به. نرحي كلش مدة 10 دقائق، والبلندر تاعي وهو يدور نزيد عليه 2 أكياس خميرة كيميائية ونزيد نخلط حوالي 5 دقائق. هذه الوصفة تاع يما، هي بكري كانت تديروا هكا. نفرغ البغرير تاعي في غيسيبيون ونبدا ندير هذا الجاست بالغراف حوالي دقيقه برك، ونبدا نطيب فيه ديريكتومون. هنايا صفار البيض اللي قلت لكم عليه، جيبوه طرف قماش يكون نقي ومسحوا به طاجين تاع الفخار تاعكم هكا باش ما يلصق لكمش. شوفوا لي البغرير كيفاش يبدا يتثقب ويتنحى معكم فاسيلمون. هنا البغرير باش يطيب لكم شباب لازم تطيبوه على نار اللي تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش عاليه. اشاك فوا تجيو تعاودوا طيبوه عاودوا مسحوه بصفار البيض. شوفوا لي هنايا البغرير كيفاش يجي خفيف ويجي مثقوب كامل، وباش نقولوا عليه بغرير ناجح لازم نقدروا نشوفوا يدينا من لوطخ كوتي. هنايا ندهنوا بزبده اللي تكون ذايبه، ونجي نعسلو بعسيله الوجدان اللي تجي خفيفه ما تحق تزيدوا لها والو، وما يجيش فيها هذاك الذوق القاصح تاع العسيله اللي تقهم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش تخليو لي رايكم في لي كومونتير وتبارطاجيوها مع صحابكم.